يوم كروي دسم من العيار التقيل. طبعا الزملكاويه كلهم بلا استثناء دلوقتي كانوا قاعدين مستنيين الاهلي يخسر عشان ينكدوا علينا ويبوظوا علينا الصفقه. راح امام عاشور كده، عارف انت دي، يا لهوي يا لهوي على جماله. قمنا من النوم لقينا هاني حتحوت وزيزو ومداخله تليفونيه وبتاع ورسائل وعملوا فيا وسووا. الصراحه لا، الواد مظلوم، الواد مظلوم معاكم بجد بامانه. قال لك قالوا عليا وعادوا وغلطوا في ابويا وكلام وقال له يا زيزو طب ممكن يجمدوك سنه، يجمدوك الشهرين دول. قال له يجمدوني وماله عشان اجهز نفسي وبتاع، وخلاص الحوار خلصان تمام. بعدها بقى من امبارح بقى عياط الزملكاويه من امبارح بقى تمام. ام زيزو نزل بيان على صفحته، بيان بقى على صفحته الشخصيه على الفيسبوك تمام. قال لك ايه؟ قال لك ان انا بقالي 6 شهور ان محدش يتكلم معايا من الاداره وما اعرفش ايه، وراح ايه ملبسها للاداره. طبعا ايه اصلا احنا فاكرين ان زيزو اصلا من فتره قال اصلا ان انا قال للاداره جددوا لزمايلي كلهم وسيبوني انا للاخر. انا عايز سيبوني انا للاخر. تري يعني ايه؟ الحاج ابراهيم العرجاني فخر الاهلاويه راح قال لابوه، قال له ايش تبي؟ لاند كروزر اعطيه. قال له ايش تبي؟ بي ام اعطيه، اللي هو عايزه تعطيه. هو ده رجل الاعمال اللي اتدخل، انا متاكده. فاتحط له يعني شويه امتيازات كده واعلانات وبتاع والدنيا حلوه وشركه الكره وبتاع، واتعمل له عقد محترم. فغالبا ابو زيزو وقع تمام. وغالبا كمان ان زيزو موقع، بس زيزو كل مره يطلع يقول انا لم اوقع، ومحدش من عندنا هيطلع يقول ان زيزو وقع. نو واي ان حد من عندنا هيطلع يكذب اللاعب ويقول ان اللاعب موقع من شهر 3 او الكلام ده. لا، هو قال انا ما وقعتش يبقى ما وقعش. يبقى ما وقعش خلاص تمام. فالبيان بتاع زيزو نزل، طبعا الجمهور كله دخل عنده في الكومنتات، والنبي يا زيزو نبوس ايدك، يا زيزو نبوس ايدك ورجلك وشعر ونجدد لنا، والنبي وحياه ابوك وحياه امك وحياه بنتك ما خلاص تمام. بعدها بشويه لقينا ان الزمالك اصلا زيزو بيتمرن لوحده، وزيزو خارج القايمه بتاعه مباراه بكره اللي هي استلن بتاعهم ده، خارج القايمه بتاعه الماتش. فكده 100% الزمالك اتاكد من توقيع زيزو. مبدئيا الزمالك اتاكد من توقيع زيزو تمام. وبعدين بقى اخر اليوم بقى كان عندنا ماتش، طبعا ده خلاص حوار وخلص، غالبا خلاص حوار وخلص. حتى ابراهيم فايق اكد دلوقتي ان زيزو تم التوقيع في منزل الكابتن محمود الخطيب، ربنا يبارك لنا فيه. كانت كله نجيب لك ميسي كان يقول لك ابغى لعيب من الزمالك. اجيب لك ميسي او رونالدو يقول لك ابغى لعيب من الزمالك تمام، ماليش فيه. ورغبه يا جماعه على فكره، مفيش حاجه اسمها انا بفضلك الفريق بتاعك، لا. حتى لو حسام عبد المجيد جه، اللعيبه عندها رغبه ان هي تلعب في النادي الاهلي. فطالما اللاعب عنده رغبه، انا يعني حرام عليكم اقضي على احلامهم. اللعيبه نفسها تلعب كاس عالم للانديه، فمفيش حاجه اسمها بتفضل. اللاعب ده ماضي بمزاجه، جاي بمزاجه، انا مش مشربه حاجه اصفره ومضيه غصب عنه. مفيش حاجه اسمها ايه ده انتوا بتفضوا النادي، هي دي المنافسه. هي دي المنافسه، قانون الغابه، البقاء للاقوى. ما عندكش مش قادر تحافظ على لعيبتك، اركن، ريح بقى خلاص. ما تفضلش تعيط بقى خلاص. انت ما عندكش تحافظ خلاص بجد. بعدها طبعا كان الماتش بتاعنا احنا والهلال السوداني الزول الجميل، اللي شغالين صياح من ساعه الماتش بتاع القاهره هنا، وهنكسبكم وهنعمل وهنسوي فيكم هناك ولا الهوا. اقسم بالله ما بيعرفوا يلعبوا كوره، وحياه امي ما بيعرفوا يلعبوا كوره. دول لو بيعرفوا يلعبوا كوره النهارده كانوا كسبونا. ما شاء الله مارسيل كولر مصمم في ان هو يعني يقضي على حبه الصحه اللي فاضلين فيه. يعني انت لو فاضل فيك شويه صحه كده هو هيقضي لك عليهم خالص. شوف انت لسه صغير يا عيني، هيقضي لك عليهم. برضو بنفس التشكيله بتاعه الماتش اللي فات، جرادوشار ووسام مع بعض. بن شرقي اللي بقى تايه في الملعب، يا اللي منك لله، مش عارف يعمل ايه ولا عارف يروح فين ولا يجي منين، مش عارف يعمل ايه. بن شرقي يمين شويه شمال شويه، امام عاشور يمين المتحرك الوحيد في الماتش النهارده بسم الله ما شاء الله دينامو في اسوأ مستوياته، بيتحرك وبيتنقل وبيتروح يمين وشمال. يحيى عطية الله انا نفسي اشوف له كورنر، بس مش عايز اشوف حاجه، مش عايز اشوف عرضيه، مش عايز اشوف، انا عايز اشوف كورنر صح. مفيش، ما عندوش. رامي ربيعه النهارده واشرف داري. يعني الماتش زي ما بقول لك، اصلا الماتش ده انت اصلا كنت تخلصه من هنا 3-4 مستريح. يعني اصلا احنا اصلا ما نبقاش قاعدين في الموقف ده اصلا. ما تبقاش قاعد ان هو الشناوي النهارده شايل جونين النهارده، فانت اصلا ما تبقاش قاعد في الموقف ده خالص المفروض. تمام. رحنا الحمد لله ربنا كرمنا في الماتش بيخلص، جه نزل المسيو طاهر عمل اسيست لامام عاشور. الصراحه هدف ولا احلى ولا اروع من كده، وعلى طريقه زيزو برضه احتفل وكده، اللي هو بيرحب بزيزو طبعا في النادي وكده. كولر مصمم يقهرنا، مصمم يعند على حساب نفسه. يعني كان النهارده ممكن يكون على حسابنا احنا، بس انا بقول لك هو دلوقتي ماشي في سكه هو بيعند على حساب نفسه. يعني الدنيا ما ظبطتش غير لما طاهر نزل وينج
وبن شرقي راح مكانه هناك، وامام رجع مكانه، وجراديشار مهاجم. لما دي اتظبطت، انا ما بشوفش ظبطه للملعب الا لما بنلعب بوينجين. هو مصمم على وينج واحد، ما تفهمش ازاي، ومصمم امام عاشور وينج برضه، ما تفهمش. طب ما انت عندك اهو حسين الشحات وعندك طاهر انا كنت خايفه جدا من نزول طاهر لانه بقاله فتره طويله قوي، ما طبعا ما لعبش، بقاله فتره طويله مصاب، بقاله تقريبا يمكن 3 شهور او اكتر مصاب، فكنت خايفه جدا من مشاركته النهارده. بس نزل في شويه اللي اتحرك فيهم، لما كان نازل برضو متخوف شويه، لما نزل اتحرك شويه ف شاط كوره كانت عمل الباص لامام عاشور كان حلو جدا. بن شرقي النهارده وحش قوي، بن شرقي وحش قوي، بن شرقي بجد. النهارده الكور بتتكعبل في رجله يعني مش مركز النهارده، مش كويس. وسام برضو بس انا مش قادره الوم على اللعيبه، انا حاليا مش قادره الوم على اللعيبه لان انا مش شايفه حاجه في الملعب، انا مش شايفه حاجه، مش شايفه شغل مدرب في الملعب، انا مش شايفه شغل برضو، انا مش فاهمه هو مين فين ومين فين، انا مش فاهمه. لا مركزيه دي، لا مركزيه يعني، انت بتلعب باللا مركزيه اللي هو كل واحد يلا روح في اي حته انا مش فاهمه برضو يا جماعه بجد. انا مش راضيه عن الاداء برضو، انا مش راضيه. البطولات دي بتتكسب كده والماتشات دي، بس ليه ما نلعبش؟ ليه ما يبقاش شكلنا حلو في الملعب؟ ليه ما يبقاش شكلنا حلو في الملعب ونعمل ماتشات شكلها حلو زي الاول؟ على فكره مارسيل كولر كان بيكسب 3 و4 والنتائج كانت حلوه، والاداء يمكن ما شوفلوش ماتشات قليله اداء كان حلو، بس كان ممكن نثبت على الاداءات الحلوه اللي بنعملها. انا مش راضي عن الاداء ابدا، وبالاداء ده احنا هنلاعب سان داونز الماتش الجاي، هتعمل ايه قدامهم بالاداء ده؟ طب الهلال فريق اصلا ضعيف كرويا، يعني هو اصلا عدى مجموعته كده بالبركه. طب احنا هنعمل ايه قدام سان داونز بقى؟ فريق منظم قوي وعنده رغبه وعنده شراسه وعايز بيلعب وعنده طموح ان هو يكسب دوري ابطال افريقيا. طب احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ مش تقريبا يعني الاهلي وسان داونز، مش عارفه بيراميدز هيلاعب مين، شباب بلوزداد او اتحاد العاصمه، مش عارفه مين كسب فيهم الصراحه. ما علينا، الف مبروك لينا. كان ماتش يعني ماتش رخم قوي بجد، من ارخم الماتشات، لانه جمهور السودانيين يعني صعبين قوي برضو في تحفيلهم وطريقتهم وكده، صعبين جدا يعني. فالحمد لله ان احنا ربنا كرمنا وكسبنا الماتش ومبروك علينا التاهل لنص النهائي، ومبروك علينا زيزو. زي ما بقول لكم انا من الاول، زيزو قيم نفسه، حط نفسه في حته. انا يا جماعه انا عايز ده، انا شايف نفسي انا استاهل ده. اداره الزمالك ما قدرتش توفق له ده، من حق اللاعب ان هو يشوف مصلحته. انتوا اتغفلتوا واتضحك عليكم في حوار الدوري السعودي، خفت تبيعوا الدوري السعودي فيتعمل عليك كوبري ما احتاجناش نعمل كوبري من الزمالك مباشره بعد ما انتهى عقده. خلاص زيزو فري، بعد ما كان ممكن يبيعوا ب6 مليون وب7 مليون وب8 مليون، الارقام اللي كنا بنسمعها من جمهور الزمالك ذات نفسهم. اللاعب جه فيه 8 مليون دولار او 6 مليون دولار، ما رضيوش يبيعوه وقتها عشان كانوا خايفين ان زيزو يرجع على النادي الاهلي. دلوقتي زيزو راح النادي الاهلي والزمالك ما طلعش مستفيد اي حاجه من زيزو، مش كسبان اي حاجه. اللاعب جالنا احنا، اشترانا احنا، كان جمهور الزمالك طالع بنغمه لازم اللي هيشتم النادي الاهلي هيروح، اللي هيشتم النادي الاهلي هيروح. امام عاشور شتمكوا دلوقتي، ده لا شتمنا ولا داس لنا على طرف ولا عمل لنا اي حاجه، بالعكس داس عليك واشترانا في عز ما انت بتبوس ايده ورجله عشان يجدد لك. هو اشترى النادي الاهلي وجي النادي الاهلي وبالشفا. ولسه مين؟ حسام عبد المجيد ان شاء الله يكون في الطريق. اللاعب كمان عنده رغبه ان هو يجي النادي الاهلي باذن الله. هنفضيكوا، انتوا اوريدي فضيتوا خلاص.